السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا سنة أولى في درس جديد من نافذة اللغة العربية. عندنا النهاردة يا سنة أولى حرف جديد هو بعنوان حرف الخاء. يلا بينا يا سنة أولى نعرف أول حاجة عن حرف الخاء أشكاله. حرف الخاء في أول الكلمة فارد إيده عشان هيمسك في حرف بعديه، في وسط الكلمة فارد إيديه الاتنين هيمسك في حرف قبليه وبعديه، في آخر الكلمة متصل وفي آخر الكلمة منفصل. يلا بينا نشوف الكلمات. في أول الكلمة خروف، في وسط الكلمة نخلة، في آخر الكلمة متصل بطيق ومنفصل خوخ. نقرأ الكلمات مرة تانية. في أول الكلمة خروف، وسط الكلمة نخلة، في آخر الكلمة متصل بطيق ومنفصل خوخ. تعالوا نتعرف على أول سؤال. صل شكل الحرف بالكلمة المناسبة. بيديني حرف الخاء بأشكاله في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة متصل. تعالوا نقرأ الكلمات. بطيخ، خيار، نخلة. حرف الخاء في أول الكلمة هنوصله بكلمة برافو خيار، في وسط الكلمة نخلة، في آخر الكلمة متصل بطيخ. تاني حاجة يا سنة أولى نعرفها الحركات. حرف الخاء عليه فتحة خا، تحتيه كسرة خي، عليه ضمة خو، وعلامة السكون ما بتتنطقش لوحدها لازم حرف قبلها. تعالوا نشوف الكلمات. خاء عليها فتحة خا، خص، خي، خيار، خو، خبز، وعلامة السكون نخلة. نقرأ الكلمات مرة تانية. خا، خص، خي، خيار، خو، خبز، وعلامة السكون نخلة. السؤال بيقول لي ضع خاء فتحة، خاء كسرة، خاء ضمة، خاء سكون مكان النقط. أول كلمة عندي خبز، خو، يبقى أنا هنا هختار إيه؟ برافو خاء ضمة. الكلمة التانية خيار، خي، يبقى خاء كسرة. نخلة، نخلة، أنا هنا وقفت ومادام وقفت يبقى دي علامة الإيه؟ السكون نخلة. خص، خاء، يبقى هنا فتحة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اكتب صوت حرف الخاء مكان النقط. بيديني كلمات وعايزني اكتب صوت حرف الخاء، يعني تروح على حرف الخاء اختي. حرف الخاء هنا ايه؟ سكون، ومادام سكون هيروح مع الحرف اللي قبله او هيخرج مع الحرف اللي قبله هو الالف. اختي. خروف، خاء، يبقى صوت حرف الخاء هنا خاء فتحة. خالد، هنا حرف الخاء خاء فتحة، بس في ايه هنا بعد الخاء؟ مد بالالف، يبقى هيخرج مع بعض خاء مد وممدود. السؤال اللي بعد كده بيقول لي رتب الحروف وكون كلمة. اديني مجموعة من الكلمات اللي حروفها متلخبطة وعايزني اكون كلمة. اول كلمة عندي حرف الطاء، الياء، الخاء، الباء، تبقى دي كلمة بطيخ. الكلمة اللي بعد كده ذي، باء، خاء، كلمة خبز. ياء، ألف، راء، خاء، تبقى كلمة خيار. السؤال اللي بعد كده بيقول لي حلل الكلمات الآتية إلى مقاطع صوتية. عندي مجموعة من الكلمات وعايزني أحللها إلى مقاطع صوتية. أول كلمة عندي كلمة خص. ناخد بالنا يا سنة أولى إن حرف السين عليه شدة، ومادام عليه شدة يبقى ما بنفك الشدة بتتفك لحرفين. الشدة معناها إن الحرف اتنطق مرتين واتكتب مرة واحدة. اتنطق مرتين، الأولاني ساكن والتاني متحرك، والساكن بيروح مع اللي قبله. يعني لو حللنا كلمة خص يبقى خص الخاء مع السين الساكنة، والسين التانية لوحدها تنوين بالضم. الكلمة اللي بعد كده
خبز. كلمة خبز الباء هنا ساكنة، يبقى خب الخاء مع الباء، وازاي لوحدها. بطيخ، هنا برضو كلمة بطيخ فيها حرف مشدد اللي هو حرف الطاء، لو فكناه هيبقى طاء ساكنة والطاء متحركة. يبقى أول حاجة بط الباء مع الطاء الساكنة الأول. طي هنا في مد بالياء، يبقى الطاء المتحركة هتروح مع مد الياء طي، والخاء لوحدها. الكلمة اللي بعد كده خيار، كلمة خيار فيها مد بالألف، حرف الخاء هنا مفيش أي حاجة تروح معاه، ينزل لوحده خي. يا هنا مد وممدود مع بعض، الياء مع الألف والراء لوحدها. وده بيكون يا سنة أولى نهاية درس حرف الخاء، وإن شاء الله نلتقي في حرف جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.